مصائب حزينة صارت في أيام محرم بعد ما استشهد الحسين في واقعة الطف وقطع رأسه ومات من مات من أخوته، فقد تم أسر نسائه والأخذ بهم من مدينة إلى أخرى مكبلين بالأقلال. من ضمن الأسرى كانت موجودة السيدة زينب، فقد كانت تحمل على عاتقها مسؤولية هؤلاء الأطفال اليتامى، ولكن كان لا حول لها ولا قوة، فقد كانت امرأة وحيدة. وبعدما وصلوا إلى المدينة الأخرى كانت توجد هنالك طفلة من بنات الحسين بن علي، فكانت تبكي: أريد أبي وأريد أن أرى أبي، وهي طفلة فلا تعلم بالذي حدث بالتفصيل. فمن كثر ما أزعجت الجنود جابوا لها صندوق وهي ما تدري شنو بهذا الصندوق، فقالوا لها: هذا هو أبيش، أخذي أبوه شداتين تبغينه. فهي طفلة ما تعلم، ففتحت الصندوق وتوقعوا شنو شافت في الصندوق. شافت في الصندوق بدم بارد يعطون طفلة صغيرة تشوف في راس أبوها المقطوع في داخل الصندوق. تخيل أن تفتح صندوق وتشوف في راس أبوك مقطوع. من شدة هول الموقف بعد ما فتحت الصندوق وشافت راس أبوها فانصدمت، وهي طفل بدأ العمر تشوف راس أبوها المقطوع قدامها. فهي حضنت رأس الحسين وماتت، وهي حاضنة رأس أبوه بنفس اللحظة ماتت. أنا آسف على الطريقة اللي طلعت فيها من شوي، أنا عدت المقطع أكثر من مرة عشان لا أطلع بدي الصورة، ولكن كانت من أكثر القصص اللي أثرت فيني. أنك أنت كيف تعطي طفلة صغيرة تفتح صندوق تشوف في رأس أبوها المقطوع؟ فهذه من القصص اللي صراحة أثرت في قلبي بشكل مو طبيعي. وبس.